السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين أنارب بركات، أنا طلبت من أستاذ عبد الفتاح دكر وانتاية أنارب وتسع كتاكيت هندي. بسم الله ما شاء الله، الحاجة كويسة، واللي عايز ياخد سلالة حلوة وكده يكلم أستاذ عبد الفتاح، وناس كويسة وبعتلهم الفلوس. والحاجة يعني ايه، بسم الله ما شاء الله، ناس كويسة وما كلفينيش اي حاجه، يعني ناس كويسه ومحترمه وبيسمعوك، واللي انت عايزه بيعملهولك. حاجه بسم الله ما شاء الله قدامك اهيت، حاجه كويسه. استاذ عبد الفتاح كلمته، ما الراجل مشكورا اتكلم معاك بادب وذوق واحترام، بيأثرش معاك في اي حاجه، وسألته على اي حاجه بيجاوبك، ما بيقولكش مش عارف ولا كده، وبيفضل معاك للاخر، وراجل كويس وناس محترمه، وعندهم تحصينات كويسه وبتاع. ان شاء الله انا جبت منهم برضو تحصينات، ازازه اللي هي 50 سنتي، بس هي تحت بقى في التلاجة عشان خاطر ما ينفعش ان انا اطلعها ايه في الهواء. والحاجه قدام منك اهيت، بسم الله ما شاء الله، حاجتهم كويسه، وربنا يبارك. وبرضه نحب نشكر أستاذ عبد الفتاح على الحاجات الجميلة اللي هو جايبها لنا دي. بسم الله ما شاء الله، حاجة كويسة يعني، ربنا يبارك يا رب. فاللي خايف من حاجة ما تقلقوش، الناس كويسة وناس محترمة. أنا بعت لهم الفلوس وقلت له أنا عايز كذا كذا كذا، قال لي حسابك كذا. بعت له الفلوس وقال لي الدنيا تمام، الشحنة كان هشحنلك النهاردة، وناس كويسة يعني. العيشة كانت الحاجة عندي، بس أنا كمان اتأخرت شوية، كان عندنا ناس، فلسه متصور متأخر شوية يعني.